يا مساء الورد على كل اعزائي المشاهدين، واهلا بيكم معانا وحلقه جديده. وتقدر وتفائل بالخير تجده، ده ديننا علمنا كده. مشاهدينا الكرام، رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، ويمكن فقرتنا دلوقتي لكل المحبين وكل المهتمين بالأبراج وبعلم الفلك. وخلينا نقول إن علم الفلك والأبراج ده علم من قديم الأزل ومذكور في القرآن. ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا الدكتور محمود الشامي، رئيس الاتحاد العربي الأفريقي للفلكيين. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. الأستاذ الدكتور محمود الشامي، خبير الأبراج والطاقة. مع دكتور محمود الشامي، باحث ومتخصص في الطاقات الغير مرئية، وأيضا رئيس الاتحاد الإفريقي للفلكيين. برحب بيك في يلا نعيش. معانا النهاردة في يلا شو ضيف مش عادي. حابة أقدم لكم الدكتور محمود الشامي. عند الدكتور محمود الشامي هنلاقي عنده مؤسسة فنية، هنلاقي عنده مؤسسة سياسية، هنلاقي عنده ناحية فلكية عربية عالمية، عالمية عربية. أيضا هو يمكن بيقوم بدور ما قامتش بيه جامعة الدول العربية، بدليل أنه كان عنده امبارح وفد من الصين. الدكتور محمود الشامي الخبير الفلكي ورئيس اتحاد الفلكيين، الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين. اهلا وسهلا بحضرتك. الدكتور محمود الشامي رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. وايام الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كانوا دايما بيتتبعوا الطريق بتاعهم والخطى بتاعتهم عن طريق طبعا النجوم، وعن طريق الكواكب، وعن طريق الشمس. الدكتور والصديق المحترم الغالي الدكتور محمود الشامي، رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين. وخير يا رب، خير. كل اللي ربنا بيرزقنا بيه في حياتنا هو خير. فاحنا النهارده اول فقره معانا عالم جليل في علم الفلك، هيقول لنا ما يتعلق بالفلك وتاثيره على الابراج على السنه القادمه باذن الله. دارس، حاصل على اكثر من 5 شهادات دكتوراه، منها الدكتوراه البحثيه ومنها الدكتوراه الفخريه، وحاصل على مؤهلات كثيرة أهلته أن هو يتنصب هذا المنصب العظيم. ومعه فريق عمل جميل جدا، على رأسه طبعا الأستاذ تامر درويش، رئيس تحرير هذا البرنامج. ان شاء الله هيكون معانا دكتور محمود الشامي، الباحث والمتخصص في علوم الطاقات الغير مرئية، وهيكلمنا النهارده بقى في موضوعات مهمه جدا. منورنا النهارده في الاستوديو دكتور محمود الشامي، رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين ورئيس شعبه الطاقات غير المرئيه. يا اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك، وكل سنه وسعادتك طيبه. اخبار حضرتك ايه؟ تمام، نشكر ربنا على نعمه. الدكتور محمود الشامي، الباحث والمتخصص في علم الطاقات الغير مرئيه. دكتور محمود اهلا بيك. انا النهارده هيكون حوارنا مع الدكتور محمود الشامي، الباحث والمتخصص في الطاقات الغير مرئيه. دكتور محمود الشامي متخصص في علم الابراج. دكتور محمود، زي حضرتك يا فندم؟ الدكتور محمود الشامي هو عضو الاتحاد الامريكي للفلكيين حديثا. يسرني ان يكون معي على الهواء مباشره ضيفي العزيز دكتور محمود الشامي، رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين. ارحب بالدكتور محمود الشامي، باحث ومتخصص في الطاقه الغير مرئيه. يعني مواضيع كتيرة جدا. هنتكلم برضو عن الأبراج ولكن بشكل مختلف وطريقة مختلفة. معنا دكتور محمود الشامي، أستاذ علم الفلك ورئيس الاتحاد العربي الإفريقي للفلك. ده دفعني إن لابد من الارتباط بهذه الشخصية والقرب منها وأدنو منها أكثر وأكثر حتى أستفيد وأفيد. لكن مقر الاستفادة عندي أو كينونة الاستفادة عندي أكثر من أن أنا أفيده، لأن هو اللي هيفيدني وهيفيد المجتمع كله. الدكتور محمود الشامي فلكي أصيل متأصل، وعي واستنارة طبقا للشرائع السماوية، وهو أيضا من خريج كليات الحقوق، وهذا يؤكد أن كلية الحقوق دائما تنجب العظماء، تنجب العلماء المحترمين الذين يقدمون الإضافة لهذا الوطن. الدكتور محمود الشامي. أهلا دكتور محمود. أهلا وسهلا. في مكتب دكتور محمود الشامي. أنا كان لي 2 سنين بتواصل مع الدكتور محمود من بيروت. كان لي الشرف اليوم إنه أنا أكون حتى قاعد على كرسي، والشرف الأكبر إنه صحيح الله كرمني. دكتور كشخصية كويسة جدا، والحكاية برضو مش في العلم اللي هو بيقوله، هو توصيله. زي في كتير قوي مطربين بيعرفوا يغنوا لكن مش قادرين يوصلوا المعنى للناس، لكن الدكتور بصراحه يعني هو ليه طريقه في الكلام وتوصيل المعلومه بشكل كويس جدا. هو ده اللي يهمني ان انا افهم، وهو بصراحه قال لي حاجات فيها كتير قوي يعني.
بصراحه الدكتور محمود الشامي كان يعني او هو عامل حاله من اللغط الشديد الايجابيه، حاله ايجابيه، حاله لغط لكن حاله ايجابيه موجوده بينه وبين جمهوره ال 36 مليون اللي موجودين على قناته الخاصه على اليوتيوب. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. دكتور محمود الشامي ضيفنا في الاستوديو النهارده. استاذ الشامي مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك؟ الحقيقة ان كل اللي بيحصل حوالينا هو جزء من تدافع حركة الكون. دكتور محمود الشامي. دكتور محمود الشامي هو دكتور في علم الطاقة. النهارده هنعرف كل ده واكتر مع خبير علم الابراج والطاقة دكتور محمود الشامي. متشوقة. طبعا علم الابراج علم طبعا مهم. خلو المسار ده انا ما كنتش يعني خلاص ما بقتش تمشي الا لازم تشوف انا الاول في ايه اوقات اللي بقعد في البيت بتفرج على التلفزيون بس ما بعملش اي حاجه علشان النهارده ما ينفعش انزل علشان في خلو مسار. انا ما كنتش فاهم الكلام ده طبعا الدكتور طبعا يشرحه فما بقيتش اعمل اي حاجه لان لما بعاند وبعمل عكس كده بلاقي ما فيش حاجه بتمشي فعلا. طيب كل واحد برجه ايه اللي هيحصل له السنه دي، التوقعات في خلال الابراج، ازاي ان احنا يكون عندنا طاقه ايجابيه ودايما نحافظ على الطاقه الايجابيه دي ونحاول ان احنا نزودها علشان حياتنا تبقى مليانه بالتفاؤل والسعاده. ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي من خلال دكتور محمود الشامي وهو خبير علم الابراج والطاقه ورئيس العربي الافريقي للفلكيين. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. علم الفلك من العلوم المهمه اللي اكبر واهم الحضارات في العالم قامت عليه الحضاره الفرعونيه بكل ما توصلت اليه. اهم محور فيها هو علم الفلك. مشاهدينا مساء الخير ومساء الثقافة والمعلومات. النهاردة حلقتنا متميزة وحلقة مهمة، كمان هي حلقة وثائقية هنتعلم فيها معلومات مهمة جدا مع عالم الفلك ورئيس الاتحاد العربي الأفريقي للفلكيين وأيضا الباحث والمتخصص في الطاقات الغير مرئية دكتور محمود الشامي. خلونا نرحب بيه. بصراحة أنا طبعا فرحان جدا أن أنا التقيت بجمهوري مرة تانية وعدت للشاشة مرة تانية، والفضل الأول والأخير لله ثم للدكتور محمود الشامي. الدكتور محمود الشامي قلعة من قلعة الفن وتأصيل الفن وحراك فني أصيل يرقى إلى أن يكون قناة أو منفذ شرعي يوازي دور وزارة الثقافة في مصر. يعني زي ما بتأثر على الأنهار والمحيطات والمية والكلام ده، طب احنا برضو كائنات موجودة في الكون، فالأفلاك دي أكيد بتأثر فينا، ففي حسابات معينة بتوصلنا إن بعد 3 شهور هيحصل انفراجة، بعد شهرين هيحصل كذا، فابتديت أستوعب الموضوع. مساء الخير على كل مشاهدين ومحبين دكتور محمود الشامي. بس حب الفضول والسبق الصحفي اللي جواي بدأ يتحرك. عايزة أجي وأشوف إيه هو عالم الفلك. عايزة أعرف إيه هو الحاجات المستخبية جواه. الأصل في كل العلوم هو السؤال. اللي بيحصل في العالم النهارده مرتبط بأمور كونية أخرى زي علم الطاقة وعلم النجوم والطبيعة. السؤال ده له تفاصيل كتير هيجاوب عليها ضيفي الدكتور الأستاذ محمود الشامي خبير علم الطاقة والفلك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. برحب بحضرتك دكتور. اهلا بيك يا فندم. وهيكون معانا النهارده الدكتور محمود الشامي رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين ومؤسس ورئيس شعبة الطاقات غير المرئية بجامعة تكساس الامريكيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ طب واستاذ حسن؟ انا بالنسبه لي يعني متابع شويه من الاول، لكن لما قعدت مع الدكتور بصراحه يعني انا بحب جدا يعني افهم ويعني اعرف من خلال المتخصصين في اي حاجه بيعملوها وبيحبوها. انت قلت كلام في حقي يعني يمكن انا ما استاهلوش، انما ربنا يخليك. انت قيمه وقامه. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، احنا طبعا النهارده في معيه شخصيه ترقى الى العالميه. ماذا يحدث عندما يعود او تعود الروح للجسد؟ عادت الروح للجسد مرتان، مرة عند لقائي بالدكتور محمود ومرة أخرى عند دخولي مدينة الإنتاج الإعلامي مرة أخرى. فده علم محدش فينا يقدر يتجاهله تماما. ده علم مذكور في القرآن، وعلم ليه ناسه وليه دراساته وأبحاثه اللي ناس كتيرة ممكن تكون تعبت فيه، لكن اللي بيوصل فيه وبيبقى ليه علامات مميزة ده بيكون قليل قوي اللي هو خلاص قدس حياته كلها لعلم الفلك وعلم الأبراج والتطلعات والحاجات دي كلها. عايزة أرحب بضيفي اللي منورني في الاستوديو النهارده وشرف كتاب مفتوح النهارده صفحه جديده مع دكتور محمود الشامي رئيس شعبة الطاقات غير المرئيه بالجامعه الامريكيه. نورتنا دكتور محمود. اهلا بيكي. اهلا وسهلا يا فندم. هيكون ضيفنا النهارده دكتور محمود الشامي
رئيس شعبة الطاقات الغير مرئية بالجامعة الأمريكية. احنا اول مره قعدت مع الدكتور ما كنتش مقتنع خالص، متفقين تماما، ما كناش متفقين خالص، بس دلوقتي انا بقيت بتابع الصفحه بتاعته. خلينا نرحب مع حضراتكم بضيفنا العزيز دكتور محمود الشامي رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين. رحب بيه وننصت ليه ونفهم اللي جاي باذن الله يا رب. الفلك بيقول عنه ايه؟ مساء الورد يا دكتور. مساء الجمال. سعيد بوجودك معانا. انا اكتر والله. بحب علم الفلك وبحترمه، وربنا خلق الكون في نظام، لكن اللي بيحصل اكيد بيكون له مؤشرات مسبقة. يعني لو رتبنا الصورة دايما بشكل صحيح هنقدر نوصل بشوية فهم وتركيز، هنوصل للصورة الكاملة. مساء الخير، ورجعنا لكم تاني فقرة برجك ايه مع دكتور محمود الشامي خبير علم الفلك والابراج. انت قلت لي يا احمد قبل الهوا ان انت ما كنتش بتهتم بالابراج ولا بتهتم بالكلام ده خالص. بعد ما قعدت مع دكتور محمود لا لقيت ان الحكايه لا فيها دراسه وفيها علم. لا الموضوع وحقيقة. اوسع بكتير ما انا كنت متخيل. انا كنت متفكر، كنت يعني فاكر ان الموضوع مرتبط بالشخصيه والمواصفات الشخصيه والكلام ده. مستمر في علوم الطاقات الغير مرئية وأيضا في علوم الفلك، والحاصل على براءة الاختراع من المركز القومي للبحوث في علم الطاقة، باحث ومتخصص في الطاقة الغير مرئية دكتور محمود الشامي رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين. دكتور محمود الشامي استاذ علم الفلك والطاقات الغير مرئية رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. الدكتور محمود الشامي الباحث والمتخصص في علم الطاقات الغير مرئية. دكتور محمود اهلا بيك. انا النهارده هيكون حوارنا مع الدكتور محمود الشامي الباحث والمتخصص في الطاقات الغير مرئية. دكتور محمود الشامي متخصص في علم الابراج. دكتور محمود زي حضرتك يا فندم. الدكتور محمود الشامي هو عضو الاتحاد الامريكي للفلكيين حديثا، فهو المسؤول عن اللي بيحصل، فهو بيشرح معنى كوكب عطارد ايه، تأثيراته ايه، وضعه دلوقتي فين، فبيدي ثقافة فلكية مش مجرد بس توقعات. ودي حاجة يعني بتدل على الاحترام للمشاهد أو للمستمع أو المتلقي. يسرني أن يكون معي على الهواء مباشرة ضيفي العزيز دكتور محمود الشامي رئيس الاتحاد العربي الأفريقي للفلكيين. أرحب بالدكتور محمود الشامي باحث ومتخصص في الطاقة الغير مرئية. معايا الدكتور محمود الشامي رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين وخبير في علم الابراج والطاقة الغير مرئية. دكتور محمود الشامي فعلا لمس فيفيان صبري من جوه. مفيش حد يقدر يعرف فيفيان صبري من جوه زي ما انت عرفتني. دي حقيقة. بشكرك. وانا فعلا بشكرك. انت بهرتني، عرفتني يعني ايه فعلا علم الفلك، ان هو فعلا علم بيدرس، علم فعلا يستحق ان كل القنوات الفضائيه تقول لك اهلا وسهلا بيك يا دكتور. انت الكنز فعلا، ومصر فعلا اكيد بترحب بيك ان انت فعلا مصري ابن مصر فعلا. شكرا. ميرسي جدا. فيفيان صبري عابدين صحفيه. هو الدكتور بيقدم ثقافة فلكية، يعني هي ثقافة فلكية. يعني حتى لما نشوف الفيديوهات بتاعته على اليوتيوب في القناة بتاعته هو بيشرح لنا يعني ايه تأثير الفلك. مش بيقول توقعاته خلاص زي ما الناس بتقول، لا بيقول ان علشان مثلا الكوكب زي ما هي اللي اتفضلت وقالت كوكب عطارد ده المسؤول عن مثلا الاتصال وكذا وكذا. النهارده معايا دكتور من اهميه الدكاتره، ويمكن انا كان ليا الشرف ان انا استضفته اكتر من مره في حلقه، منهم حلقه كنت شويه يعني مش متطلعه قوي، لكن بعديها الحلقه اللي بعدها كانت فوق الرائعه. معايا منورني النهارده دكتور محمود الشامي عالم الابراج والفلك ورئيس شعبه الطاقات الغير مرئيه بالجامعه الامريكيه. خلينا اعرف حضراتكم اكتر. دكتور محمود الشامي الحقيقه عنده اكتر من منظور غير المنظور الفلكي، منظور الطاقه والطاقه الغير مرئيه، وكان ليه كتاب مهم كمان الطاقات غير المرئيه. دكتور محمود النهارده هيقول لنا وكلنا نسمع ونتفائل. مش موجود زيه في الوطن العربي، وده جميل. انا بحترم علمك. فاكتشفت ان موضوع البرج ده بيمثل 20%. ده طبعا بناء على التثقيفي اللي تم من قبل الدكتور محمود. فالبرج بيمثل 20% فقط من الشخصيه. في حاجات بتاثر عليه تاني غير موضوع البرج. في الطالع بيمثل 60%، في الاسم بيمثل 20%، وهكذا. فاكتشفت انه فعلا انا كنت شايف انه فعلا في متغيرات. ودلوقتي جه ميعاد فقرتنا انبوكس برجك ايه، واللي بيكون منورنا فيها دايما ضيفنا الدائم دكتور محمود الشامي رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين ورئيس ومؤسس شعبة الطاقات غير المرئية في مصر. مساء الخير يا دكتور، منورنا.
ورجعنا لكم مرة تانية مع دكتور محمود الشامي الباحث المتخصص في علوم الطاقات البشرية ورئيس الاتحاد العربي الإفريقي. مظبوط كده؟ خلينا نسمع، نتفائل، نتبشر. بس خلينا قبل ما نرحب بضيفنا انا حابب اشوف معاكم الكليب الصغير اللي احنا عاملينه ليه ونرجع لكم ونتعرف بيه اكتر. ان شاء الله هتبقى ايه. معانا رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين دكتور محمود الشامي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني مش هحرق لكم الموضوع دلوقتي، خلوني ارحب بضيفي وضيفكم دكتور محمود الشامي رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين وباحث متخصص في علوم الطاقات الغير مرئيه. برحب بيك يا دكتور ومنورنا في كلام هوانا. اهلا وسهلا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين سهرتنا مع الدكتور محمود الشامي خبير في علم الابراج والطاقه الغير مرئيه. والمتغيرات دي ليها اسس علميه موجوده عند الدكتور، فابتديت استوعب. ما كنتش مقتنع بحاجات كتير زي الطالع وايه اللي هيحصل بعدين، فاكتشفت ان فعلا بنشوف ان الارصاد الفلكيه بتقول ان يوم 21 مثلا 6 هيحصل كسوف في الشمس. فدي مش غيبيات، دي حاجات حسابات موجوده وتاثيرات. فليه لا اكون التاثيرات دي موجوده برضو على البشر؟ مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا في الاستوديو دلوقتي دكتور محمود الشامي، هو باحث وعالم في الفلك والامور الغير مرئيه والمرئيه ايضا، والحقيقه التايتل بتاعه كبير جدا بس يعني هو اكيد غني عن التعريف. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. منورنا في يكون معانا دكتور محمود الشامي اللي منورنا النهارده في الاستوديو، هيكون منورنا كمان كل اسبوع نتناقش بقى ونعرف كل حاجه تخص الابراج. كمان